سلام يا قوم. أهلنا في سوريا احتفلوا بالسنة الأولى لسقوط نظام بشار. قبل سنة كانت الاحتفالات مليانة بالضحكات والابتسامات والفرح. هالسنة الكل لاحظ أن الدموع كانت حاضرة بقوة في الذكرى الأولى. كنا متوقعين أن ذكريات التحرير السعيدة اللي هي قبل سنة هي اللي راح يتم استعادتها، لكن اللي صار أن ذكريات ال14 سنة فرضت نفسها وهي اللي حضرت بقوة وبشكل تلقائي. ذكريات النزوح، المنافي، التهجير الكيماوي، السجون، اعتقالات الأفرع الأمنية، تعفيش الشبيحة، مجازر الحزبلاوية، والتغيير الديمغرافي القسري. تابعت هذا كله. نفس الدموع كانت تنزل في دمشق وحمص وحلب ودرعا والساحل. يمكن لأول مرة يحدث أن جغرافيا الدولة كاملة تبكي في نفس الوقت، من الرئيس وزوجته إلى أصغر عامل. تابعت هالشيء المفاجئ بالنسبة لي، بعدين فهمته، عرفت سياقه وارتحت. ذكريات الوجع السوري اللي امتدت ل 14 سنة مو مرض حتى نقول له يجب على الذاكرة السورية أن تتعافى أو تشفى منه. هذه ذاكرة وطنية يجب حفظها من النسيان، ويجب توظيفها كحافز للبناء والتنمية والتطوير. الذاكرة السورية الجمعية اللي تشكلت عبر ال 14 سنة يجب أن تشكل السردية الوطنية الجديدة في سوريا. الذاكرة هي الهوية الوطنية الجامعة. في نفس الوقت اللي كان فيه الشعب السوري يستذكر الجرائم ويحتفل بسقوط بشار وهروب إيران، كان علي جواد ظريف يصارخ من قمة راسه في مؤتمر الدوحة ويقول توك تو اس، إيران is a strong country، وبعدها يضحك قدام العالم بشكل هستيري مقزز. مشهد سياسي فلسفي عميق. السوري المنتصر تدمع عيونه بخشوع، والإيراني المهزوم الهارب يضحك بهستيريا. هذا فارق عظيم في الهوية التاريخية. سليل الأمويين المنتصر والذي اعترف بانتصاره العالم كله، في عز لحظات ذكرى انتصاره يدمع، وتدمع زوجته ويدمع الشعب كله أمام ذكرى الضحايا والموجوعين. لأنها ثقافة تعلي بقيمة الإنسان وحقه في الحياة الكريمة. على الجانب الثاني طهران حاليا تكاد تموت من العطش والحصار، ويعاني الإنسان فيها على كل الأصعدة. في مساليل الثقافة الكسروية يضحك قدام الكل وقدام الحضور بهستيريا، وهالشيء ترى طبيعي رغم استغراب البعض منه. هذه ثقافة كسروية راسخة تهبط بقيمة الإنسان ولا تحترمها. ظريف يقول من يقول إن حقل الدرة كويتي سعودي؟ الطمه جاسم البديوي وقال له القانون الدولي يقول. هني انجن وقام يضحك بهستيريا ويقط خيط وخيط. طيب ليش هالنقطة بالذات انجن منها الإيراني ظريف؟ لأن هالقانون الدولي نفسه هو اللي غصب الكسروي إنه يقعد مع الأوروبيين ويسمع كلامهم في الترويكا. هالقانون الدولي هو غصبهم على استقبال مارك سافايا مبعوث ترامب. ترامب نفسه اللي أمر باغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، واليوم وبقوة القانون الدولي غصب تستقبلون المبعوث الخاص فيه. عشان كذي كلمة جاسم البديوي كانت قاتلة اللي يفهم، وعشان كذي هستر ظريف وقام يزبد ويرعد. جود لك للبديوي، وألف مبروك للسوريين جميعا، ونشوفكم على خير. سلام.